اهلا وسهلا. انا مش هطول عليكم، سريعا كده هتكلم في موضوع يخص النادي الاهلي وامام عاشور. النادي الاهلي رسميا عن طريق وليد صلاح الدين بيبلغ احمد يحيى وكيل اللاعبين بان امام عاشور لو عنده عروض كويسه تناسب النادي الاهلي يجيبها، والنادي الاهلي هيبيعه في يناير. لو مفيش عروض مناسبه خلص عقدك يا امام، وبعد ما تخلص عقدك تتوكل على الله تمشي من النادي الاهلي، تروح اي حته انت عايزها، روح اي حته انت عايزها بره عن النادي الاهلي خالص. موضوع التجديد اتقفل مع امام عاشور. ازاي بقى ده حصل وايه اللي حصل؟ الكلام ده كله حصل من 3 ايام. وليد صلاح الدين اتكلم مع امام عاشور، قال له ان التصريحات اللي بيعملها ادم مطر دي ما ينفعش، واسكتك عليها ده ما يصحش، والكلام ده كله لازم ترد على كل الحاجات اللي بتتقال دي. فقام امام عاشور قايل كابتن وليد صلاح الدين والله انا ماليش دعوه، والتصريحات دي انا ماليش دعوه بيها. وليد صلاح الدين قال له خلاص تمام، انت لو عايز تخلي مسؤوليتك من موضوع عدم الوطني ده، فانت يا اما تكتب ستوري وتقول فيها الكلام ده وتنزل الكلام ده على السوشيال ميديا عن طريق الميديا بتاعتك الخاصه بتاعتك، يا اما تدي تصريح خاص لاي مجله من المجلات او اي موقع من المواقع، وتقول فيها ان انا ماليش دعوه بكلام ادم وطني وما يخصنيش كلام ادم وطني، وانا تمام مع النادي الاهلي وبتاع، او اطلع قول ان ادم وطني مش الوكيل بتاعك. عدى ال3 ايام، جه النهارده وليد صلاح الدين كلم احمد يحيى: يا استاذ احمد يا يحيى، لو سمحت انا عايز اعرف مين دلوقتي وكيل اللاعب امام عاشور، انت ولا ادم وطني؟ قال له اعتبرنا احنا الاثنين، انا للتفاوض الداخلي وادم وطني للصفقات الخارجيه والتفاوض الخارجي. فهو قال له طيب انا عايزك تبلغ امام عاشور بالاتي: ان امام لو انت عندك عروض في يناير اللي جاي ده مناسبه للنادي الاهلي فهاتها، وفي يناير الجاي ده تمشي. مفيش تفاوض على تجديد ولا اي حاجه خالص، مفيش عروض جايه تناسب النادي الاهلي. فانت يا امام فاضل لك الموسم ده وموسمين تانيين مع النادي الاهلي، هتفضل قاعد مع النادي الاهلي لحد ما يخلص العقد بتاعك وتتوكل على الله وتمشي. هو ده اللي هو قاله له. احمد يحيى اتكلم مع كابتن وليد صلاح الدين وقعد يقول له بالهداوه ومفيش حاجه بتتاخد قفش والكلام ده كله من، يعني اعتبره ان هو من الناس اللي كانت بتتكلم في المكالمه. وان الموضوع كله هيتحل والكلام ده كله هيتحل. وليد صلاح الدين رد عليه قال له الموضوع كان يتحل لو امام عاشور طلع خلى مسؤوليته من كل الحاجات اللي عمال يعملها ادم وطني، لكن معنى سكوت امام عاشور وان هو ما اتكلمش فده معناه ان امام عاشور تمام وعارف ايه اللي بيحصل وهو عارف هو بيعمل ايه. فده قرار النادي الاهلي، تمام كده. ده بالنسبه لامام عاشور. لو سالتني بقى ايه اللي هيحصل من وجهه نظري انا، آه انا شايف ان اللي هيحصل ان امام عاشور ما عندوش حل من اللي غير هو حل من الاثنين. بص، هو امام عاشور من الاول كلنا عارفين ان امام عاشور كان جاي وعايز يرجع الزمالك، بس انت يا امام دلوقتي باب الزمالك مقفول قدامك، فانت طلع الزمالك من حساباتك تماما، الزمالك كانه مش موجود. فانت كده لو هتلعب في نادي جماهيري في مصر، يا زمالك يا اهلي، انت الزمالك بابه اتقفل قدامك. طيب الاهلي لو بابه اتقفل قدامك يا امام، انت حرفيا انت ضعت من الاخر. وحد هيقعد يقول لي ليه بيراميدز وبيعمل وبيسوي؟ تمام، حلو، بيراميدز مفيش خد ما خدش مش مشكله. يمكن اكتر حاجه ضغطه على اللعيبه هو ممدوح عيد والاداره، هم اللي بيضغطوا، لان لو مفيش نتائج ممدوح عيد هيمشي، لان ممدوح عيد ده مش صاحب النادي، ممدوح عيد ده جاي يدير. فانت لو مفيش نتائج كويسه فانت هتمشي، فممدوح عيد بيضغط على اللعيبه في كده. لكن جماهيريا مفيش طبعا. ماديا هتاخد فلوس لا حصر لها، ولو امام عاشور كان عايز فلوس كان راح من الاول، لان كان بيراميدز كان عارض على امام عاشور ضعف او ضعفين اللي هياخده من الاهلي، وهو اختار ان هو يروح الاهلي لان هو اختار ان هو يروح نادي جماهيري وان هو يروح نادي بحجم النادي الاهلي. ده مظبوط، ده تمام.
ما انت عندك يا زمالك يا اهلي، ما فيش تاني. ولا بقى تقول لي بيراميدز، انا اسف مع احترامي بقى البيراميدز والناس دي مصري مش عارف، يا زمالك يا اهلي. فامام عاشور اكيد هيحل المشكله دي، واكيد هيحل الموضوع ده، لان حتى امام عاشور مش عايز يطلع بره. امام عاشور مش في دماغه، ولا هو عايز اصلا فكره ان هو يطلع بره مصر، فهو مستحيل يخسر الاهلي. فهو اللي هيحصل ان امام عاشور هيجيب ورا، ده اكيد، وهيعمل اللي الاهلي عايزه. لان امام عاشور مش غبي، وهو عارف ان باب الزمالك مقفول في وشه. واحنا كجمهور مش هينفع، مفيش حد من الجمهور هيقبل ابدا ان امام عاشور يرجع الزمالك تاني. هنشوف بقى الايام الجايه ايه اللي هيحصل. والايام بقى هتثبت لنا الدنيا تمشي ازاي، وهي اللي هتورينا كل حاجه. بس دي معلومه، المعلومه دي انا متاكد منها بالظبط، زي ما قلت لكم كل كلمه كده اعتبروها ان هي طالعه من لسان الراجل اللي كان بيتكلم، الناس اللي كانت بتتكلم مع بعض في المكالمه. اذا كان كابتن وليد صلاح الدين او اذا كان احمد يحيى، اعتبروا الكلام منهم هم. بشكركم، وان شاء الله هرجع لكم تاني باخبار تانية. شكرا.